يعني حرفيا اول شغل ليا اخد اجازه بعد اسبوعين. ما سافرتش مصر من 7 أو 8 شهور، وانا اهلي كانوا بيعزلوا. اول حاجه حسيت ان انا غريب في بيتي طبعا، وانا بقى بلم حاجتي عشان اهلي هيعزلوا الكلام ده. ما كنتش مستوعب قد ايه مصر وحشاني. فانت كل ما هتبعد عن الحاجات دي كل ما انت هتبعد عن هويتك المصريه اكتر. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل وصلت هنا ازاي. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الانترفيو اللي انا عملته في الشغل بتاع الهندسة في مجال الاوتوميشن زي ما اتكلمنا. المفروض الفيديو يظهر هنا، المفروض يعني هيطلع لكم البتاعة الصغيرة دي، فلو عايزين تتفرجوا عليه روحوا اتفرجوا عليه. واتكلمنا شوية عن الفترة اللي انا برضو كنت بشتغل فيها على الابليكيشن بتاع زين جوب. الكلام ده كان لحد نص شهر مايو، يعني انا عملت الانترفيو تقريبا نص شهر مايو او 20 مايو تقريبا. يعني من بعد كده بقى انا برضو عشان يعني نخلي التايم لاين مظبوط، كنت حاجز تذكرة الطيران بتاعت مصر يوم 14/6، فانا كان قدامي تقريبا شهر وانزل مصر يعني. والشغل الجديد المفروض ان هو يبدا 1/6. انا المشكله ان انا كنت حاجز تذكره الطيران دي امتى؟ كنت حاجزها تقريبا في اخر شهر 4 اول شهر 5، عشان برضو يعني التذاكر ما تبقاش غاليه. يعني لازم الواحد عشان يحجز تذكره تبقى رخيصه شويه يحجز قبليها بفتره، قبليها بشهر ونص شهرين مثلا. فانا كنت حاجز على اول شهر 5 كده، كنت حجزت الطيران. الطيران كان امتى؟ كان 14/6، وانا عقد الشغل بتاعي يبدا 1/6. فانا طبعا ما عرفتش الموضوع ده غير 20/5 خلاص، فكان ما كانش هينفع اغير الطيران. فانا كنت بفكر اللي هو يعني حرفيا اول شغل ليا في المانيا، شغل يعني اخد اجازه بعد اسبوعين. بس لما اتكلمت مع الناس، برضو في واحد هناك في الشغل يعني واحد تركي اتكلمت معاه، يعني الحمد لله بيتكلم انجليزي كويس، فاتكلمت معاه فقال لي انه عادي ما فيهاش اي حاجه، انت بس قول لهم وهم ما عندهمش مشكله عادي، يعني هتاخد اجازه عادي هم ما عندهمش مشكله. وده اللي حصل فعلا. يعني ابتديت اول اسبوع كده قلت مش هقول لهم من اول يوم يعني، فابتديت اول اسبوع في الشغل، وبعد كده تاني اسبوع قلت لهم انا الاسبوع الجاي هنزل مصر فمحتاج اخد اجازه اسبوعين ومش عارف ايه، وحصل فعلا خدت الاجازه وتمام. عشان تبقوا عارفين الفيديو الجاي هحكي لكم بقى شويه تفاصيل عن الشغل ده نفسه، لانه الشغل ده يعني فيه كلام كتير يتقال بصراحه. كلام كتير، مش ان الشغل بيحصل فيه حاجات كتير، بس يعني كلام كتير انا عايز اقوله عن تجربتي في الشركه دي خلاص. وطبعا من غير اي تفاصيل عن اسم الشركه ولا اي حاجه من الكلام ده. لو حد عايز حاجه من الكلام ده يبقى يبعت لي، بس انا هخلي الكلام في التفاصيل بتاعه اللي هو الفيدباك بتاعي عن اول شغل ليا في المانيا للفيديو الجاي خلاص. اللي انا عايز اركز عليه بقى المره دي في الفيديو ده هو سفريتي لمصر، وبالذات لان انا كنت ما سافرتش مصر من 7 أو 8 شهور. يعني دي كانت كمان فتره ان جنرال صعبه جدا عليا في موضوع ضياع الباسبور والكلام ده. يعني انا ما عملتش ده بارادتي، انا كنت ما نزلش مصر غصب عني. فطبعا دي كانت اول مره انزل فيها مصر. المصادفه بقى ساعتها انه انا اهلي كانوا بيعزلوا فكانوا بيعزلوا للشيخ زايد. كان ساعتها بقى اول ما نزلت لازم بقى اوضب حاجتي واشوف انا هاخد ايه من حاجتي وهاخد مش هاخد ايه والكلام ده كله. وكنت نزلت فيديو صغير كده، ممكن احط لكم كده انا هحط لكم يعني الانستجرام في الديسكريبشن، فلو عايزين تنزلوا تبصوا على الانستجرام الفيديو بتاع ان انا لما كنت باخد حاجتي بقى من مصر وبشوف ايه اللي هاخده وايه اللي مش هاخده ومش عارف ايه. ان جنرال انا لما رجعت مصر اول مره حسيت باحساس غريب جدا. يعني خلينا نبدا من الاول. اول حاجه حسيت ان انا غريب في بيتي، ودي حاجه يعني مش ان احنا نتضايق او كده، لا هي حاجه انا حاسس ان هي طبيعيه. لانه انا من ساعه اخر مره كنت فيها في مصر لحد المره اللي نزلت فيها دي كانوا خلاص يعني اهلي كل حد فيهم بيعمل حاجه مختلفه، كل حد فيهم اتغير بطريقه مختلفه. وطريقه تعاملي معاه بقت او مش هتبقى زي ما كانت قبل كده، وطريقه تعاملهم يعني طريقه تعاملنا مع بعض مش هتبقى زي ما كانت قبل كده. يعني مثلا اكزامبل، اختي فرق بيني وبينها سنه ونص سنتين. هو سنه ونص يعني، بس احنا بنمشيها سنتين عشان 2000 وهي 2002 المهم يعني. ف يعني من الحاجات الطبيعيه جدا، واحنا ما اتكلمناش انا وهي في الموضوع ده بس انا فهمته من نفسي، يعني انه اختي كل ما هتكبر كل ما هيبقى عندها حياتها المستقله،
وانا كنت دايما اللي هو ببقى عايز يبقى عندي انفلونس على حياتها، واقول لها طب اعملي، طب ما تعمليش، طب مش عارف ايه، ودايما بحاول انصحها وبتاع، وهي بغض النظر ان هي دماغها يعني مش هتسمعني مستحيل، بس انا كنت بعمل كده anyway. بس مع الوقت انا اكتشفت، ودي كانت اول مره او يعني اول علامه بالنسبه لي للموضوع ده، انه خلاص هي جنة بقى عندها حياتها. فهي فكره ان انا اقعد بقى ادي انبوت على حياتها ومش عارف ايه من غير ما هي تسالني، دي كانت حاجه مثلا، يعني ده اكزامبل يعني، بس دي كانت حاجه خلاص مش هتنفع. يعني فكره ان انا ابقى اللي هو، وكمان ان انا اتعامل معاها ان هي اختي الصغيره، دي برضو حاجه بقى يبقى ليها ليميتس في طريقه كلامي معاها، في مش عارف ايه يعني. هي زي اختي الصغيره بس هي كبيره. فهو فكره يعني لما الواحد بيكبر بقى خلاص، وبنبقى احنا ادلتس بقى خلاص، احنا كبار بقى يعني، خلصنا جامعه وخلاص، ففكره ان احنا نتعامل انه انا الصغير وانت الكبير والكلام ده ما بتبقاش فاليد قوي، بالذات ان احنا ما فيش فرق كبير ما بيننا يعني. فدي كانت حاجه اكزامبل بسيط، طبعا في حاجات تانية كتير بس دي اكزامبل بسيط، انه لا خلاص هو الحياه اللي انا كنت يعني متوقع ان انا يعني، او اللي كانت في دماغي، اخر امبريشن في دماغي عن الحياه بتاعت مصر، لا ما بقاش فاليد اني مور، خلاص بقى في اختلافات كتير جدا. طبعا من اهم الاختلافات دي ان شارع مصدق اترصف. يعني كانوا مستنيين ان انا اسافر. انا عشت في الدقي قد ايه يعني، مش من ساعه ما اتولدت بس، ليتس سي على الاقل 20 سنه مثلا، يعني من 18 ل 20 سنه، وشارع مصدق ده عمره ما اترصف. فسبحان الله. المهم انه يعني دي كانت اول حاجه انا حسيت بيها، ان الحياه في مصر وطريقتي مع الناس في مصر مش هتبقى زي ما كانت قبل كده. طبعا وانا بقى بلم حاجتي عشان اهلي هيعزلوا الكلام ده، فانا بلم حاجتي كل حاجه بقى من الطفوله، الصور، الشهادات بتاعتي بتاعت المدرسه، حاجات الجامعه، كان عندي انذارات غياب كنت مخبيها من جامعه القاهره. فحاجات كتير بقى يعني، ذكريات كتير طبعا جدا جدا. فدي كانت حاجه انا ما اتاثرتش بيها قوي بصراحه، لان انا اتاثرت بالحاجات دي كلها وانا مسافر. فانا بالنسبه لي انا الحاجات دي خلاص انا سبتها وسافرت. فاكيد كنت يعني عندي تعلق بالحاجات اللي انا كنت سايبها لسه في مصر في اوضتي، بس في نفس الوقت يعني ما كنتش متاثر قوي زي ما كنت متاثر وانا مسافر. ان انا يعني انا كنت سايب اهلي بس، وانا سايب حاجتي اللي في اوضتي وسايب اوضتي وعامه. ده كان فعلا مؤثر فيا يعني، وانا سايب مصر ده كان مؤثر فيا ساعتها. المره دي ما كانش مؤثر فيا قوي، ان انا يعني بشوف بقى ايه حاجتي اللي هاخده ايه اللي مش هاخده الكلام ده. تاني حاجة بقى، او مش عارف هي تاني ولا تالت معرفش يعني، بس حاجة مهمة انا اكتشفتها لما نزلت مصر. بصراحة انا بصريح معاكم 100%، اول ما سافرت مصر ما كانتش وحشاني خالص. وحتى بعد ما قعدت فترة كبيرة ما بنزلش مصر، ما كنتش مستوعب قد ايه مصر وحشاني. طبعا اهلي رقم واحد، ثانيا طريقة الحياة بتاعت مصر عامة كانت وحشاني. ففكرة انه الواحد يستهون بحاجة زي كده، دي انا اكتشفت ان هي ما تنفعش، وانه ما ينفعش اسيب نفسي طول ما انا عندي مقدره ان انا انزل مصر. ما ينفعش اسيب نفسي بالفترات طويله جدا ما انزلش مصر. كل ما هتقضي وقت اكتر بعيد عن الحياه بتاعت مصر، كده كده الاهل دول حاجه احنا يعني ما فيش مجال للنقاش يعني، الاهل دول حاجه احنا مش بنتناقش فيها. بس انا بتكلم بقى عن الحياه بتاعت مصر، وعن طريقه عن طريقتنا، عن الايدنتيتي بتاعتنا عامه يعني. فكل ما هتقعد فترات طويله اطول بعيد عن مصر، وبعيد عن الايدنتيتي بتاعتنا دي اللي هي اصلا بتتغير كل شويه، وكل شويه حاجات بتحصل مختلفه، ومش عارف مين الممثل ده عمل كذا، والاغنيه دي مش عارف ايه، وده الترندنج دلوقتي والكلام ده، كل ده جزء من هويتنا، وجزء من اللغه اللي احنا بنتكلمها كل يوم في الهزار في مش عارف ايه. فانت كل ما هتبعد عن الحاجات دي اكتر، كل ما انت هتبعد عن هويتك المصريه اكتر، وهتبقى في نفس الوقت انت اللي فاضل لك من هويتك المصريه هو اللي انت سافرت بيه. فبعد ما الواحد يقضي مثلا 15 سنين بره، فهو اخر حاجه مصريه فيه كانت من 10 سنين. فاهمين قصدي؟ ودي حاجه وحشه جدا، دي حاجه انا عمري في حياتي ما عايز اوصل لها. باذن الله ربنا يعني يديني فلوس كفايه، ويدينا العمر ويدينا الصحه ان انا اقدر ارجع مصر. طول ما انا عايش بره يعني الله اعلم المستقبل هيحصل فيه ايه، بس طول ما انا عايش هنا ربنا يديني الابيليتي ان انا اقدر انزل مصر يعني بطريقه يعني بفريكونسي كويسه على مدار السنه.
فدي الحاجه اللي انا فعلا توصلت لها. ما ينفعش الواحد يسيب نفسه كده فترات طويله من غير ما ينزل مصر طول ما هو قادر ينزل مصر. وفي حاجات كتير وفي ارتباطات كتير الواحد بيتعرض لها، انا معاك، بس في الاول وفي الاخر الحته بتاعت انه بالنسبه لي انا كعمر، الحته بتاعت ان انا احافظ على ان انا ابقى مواكب شويه مع الحاجات اللي بتحصل في مصر دي مهمه جدا جدا جدا. وانا زي ما اقول لكم ما كنتش مستوعب اهميتها لحد ما نزلت مصر اول مره دي اللي هي بتاعت شهر 6. وسبحان الله يعني يمكن ربنا اراد ان انا باسبوري يضيع وافضل طول ده الوقت ده ما انزلش مصر، عشان لما انزل مصر احس بقيمه الموضوع ده، فيبقى تتولد عندي الكوميتمنت او الدرايف بتاعت انه لا خلاص انا هنزل مصر طول ما يبقى عندي فرصه، طول ما انا اقدر ومش عارف ايه. اخر نقطه، انا لما كنت وصلت للمرحله دي كنت عديت رمضان، العيد الصغير، العيد الكبير، ووقفة عرفات، وكل الحاجات اللي احنا بنعملها فيها اي نوع من اللمة يعني كمصريين وكمسلمين. كنت عديتها خالص وفضلت قاعد فيها هنا وبقضيها هنا مع نفسي. فانا بشوف ان دي دلوقتي يعني لما باجي افكر في الموضوع بشوف ان دي كانت حاجة كويسة، انه انا مش مضطر ان بعد ان يعدي وقت، يعدي سنه مثلا او سنتين وبعدين اضطر اكسبيرينس الحاجات دي من الاول تاني. يعني انا مثلا السنه دي بنسبه كبيره ممكن معرفش انزل مصر في رمضان، فخلاص انا مريت بده اوريدي. ففكره ان انا حاجات كتير زي مش صعبه بمعنى صعبه، هي حاجات عادي اي حد عايش بره لازم هيتعرض لها، بس حاجات كتير مختلفه في الحياه بره انا اتعرضت لها من اول حبه. فاتعرضت لحاجات كتير واليمنتس كتير في العيشه هنا، فبالنسبه لي خلاص انا اتعودت على الموضوع ده و... يعني الحاجات اللي هي هتيجي بعد كده اوريدي بنسبه كبيره انا شفتها في اول سنه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. باذن الله الفيديو الجاي بقى نتكلم شويه عن الفيدباك بتاعي عن الشغل وانطباعي كان عامل ازاي، ويعني هنت بسيطة ان هو ما كانش احسن حاجة. وبرضو يعني هنتكلم قضيت الصيف ازاي. الصيف الاوروبي الجميل جدا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وهيطلع لكم ان شاء الله، يعني المفروض يطلع لكم هنا كده او هنا. مش عارف، المفروض يطلع لكم يعني عامة فيديوهات اللي فاتت فاتفرجوا عليها. والمفروض السبسكرايب يبقى يا اما يعني بصوا السبسكرايب اهو، السبسكرايب هنا اهو، فاعملوا سبسكرايب خلاص. خلي بالكم من نفسكم، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.